السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طعمية سوري او فلافل سوري. طعمها بجد حلوة ومقرمشة قوي، وطريقتها سهلة زيها زي الطعمية بتاعتنا المصري. معايا هنا كوبين ونص كبار حمص منقوع. ده ازيد قبل ما تنقعيه، ازيد من ربع كيلو، لكن بعد ما نقعته حوالي كوبين ونص كبار. هجيب الكبة هنا وابتدي افرمهم. نقعتهم من بالليل لحد الصبح، ولو في اي حاجة كده بايظة ولا حاجة تشيليها. هنزل عليها هنا بربع كوباية مية، وبعدين ابتدي بقى افرمهم. انا بس علشان الكبة صغيرة عندي فهفرمهم على مرتين. اول حاجة كده دول من غير ما اضيف اي خضرة ولا اي حاجة. خلاص هنا تنعميه كويس قوي، اضربه كويس لحد ما ينعم معاكي. تاني حاجة هنا بقى ضفت الباقي، وبعدين هضيف حوالي معلقتين بقى كزبرة، شبت، بقدونس، اي حاجة. انا ضفت هنا كزبرة معلقتين كبار، حوالي معلقتين كبار، ونص بصلاية صغيرة، وحوالي 5 فصوص ثوم. تمام كده. وبعدين انزل عليهم بقى بربع كوباية مية علشان تبتدي تتحرك كده في الكبة كويس. هبتدي اطحنهم كويس. تمام كده. وبعدين لحد ما يكونوا ناعمين هجيب بقى الباقي اللي انا ضربته، وبعدين اضيف عليهم اللي فيهم خضرة واقلبهم كويس. الفلافل السوري او الطعمية السوري مش بيضيفوا لها خضرة كتير زينا، احنا بنحب نضيف الخضرة كتير. فهم مش بيضيفوا حاجات بسيطة كده زي ما انا ضفتها. وخلاص كده قلبتها. هنزل هنا بقى معايا معلقة كزبرة كبيرة، ونص معلقة صغيرة كمون، وفلفل اسود، ورشة ملح. وبعدين هنا بقى ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا. ونقلب بقى باقي المكونات. لو انت حابة بقى تخزنيها مش هتضيفي الكربونات خالص. لما تيجي تقليها تضيفي الكربونات. لكن انا علشان هقليها مش هخزن، فخلاص ضفتها. قلبت كل المكونات مع بعض، ومعايا زيت هنا سخن. طبعا السوريين عندهم حاجة كده بيشكلوا بيها، تكون مفتوحة من النص كده، بس انا مش عندي. فايه قلت بقى اعمل بتاعة الايس كريم، معلقة الايس كريم. تقدري تعملي بايدك او بالمعلقة عادي جدا. تمام. الزيت يكون سخن، وابتدي كده بقى انزل الطعمية. شايفين؟ مش بتفك منها خالص، حاجات بسيطة خالص كده وانا بنزلها بس بتطير. ما فكتش منها خالص، والمقادير مظبوطة بالظبط. هنزل كده وبعدين ابتدي اقلبها. تمام. اول ما تنزل الطعمية يبقى الزيت سخن، وبعد كده اهدي النار شوية علشان تستوي. تمام كده لحد ما تستوي معانا. اقلبها لحد ما تستوي. عايزه اقول لكم انها مقرمشه قوي. كنت عايزه اسمعكم الصوت. شايفين؟ وباين عليها طبعا. شايفين عامله ازاي؟ تقدري تصغري الحجم او تكبريه زي ما انت عايزه. نخلص الكميه، والنص التاني بقى شيلته في طبق ودخلته التلاجة لحد تاني يوم، وكان مقرمش وما حصلوش اي حاجه. تمام كده. شايفين الطعميه؟ عايزه اقول لكم انها مقرمشه قوي وما حصلهاش اي حاجه، وطعمها بجد تحفه حلوه قوي. وكمان انضف. الزيت غالي عندنا بس انضف من بره طبعا. هتعمليها في البيت انضف. هنا بقى ده العيش بقى انا عملته، هنزله لكم في فيديو لوحدي. بجد عيش سهل جدا وطري قوي زي ما انتم شايفين كده، وطعمه حلو قوي. شايفين الطعميه بقى من جوه؟ معايا بقى انا جهزت بقى، تجهزي بقدونس بقى، جهزي الخضر اللي انت حباها. ومعايا هنا بقى طماطم وبصل عليهم سماق ورشه ملح. ومعايا ده لفت انا عاملاه في البيت ومقطعاه. هتلاقوا طريقة اللفت على القناة. مقرمش وطعمه تحفة. ومعايا طحينة. تقدري تظبطي تومية بقى براحتك انتي اللي انتوا حابينه. هنعمل بقى سندوتشات بجد تحفة. وكانت طعمها حلو قوي الطعمية. احسن كمان من نشتريها بقى، والزيت مش نظيف وكده. هنعمل بقى سندوتشات للولاد، والعيش ده جميل. هبقى انزل لكم الفيديو في فيديو لوحدي. وهنا معايا بقى الهريسة. يعني لما تروح تشتري سندوتشات الطعمية من عند السوريين، لو بتحبيه حار بيعمل لك بقى ايه الهريسة دي عملناها برضو على القناة، هتلاقوها. نلف كويس السندوتش كده ونضغطه. انا عملت هنا 2 معاكم وكملت بقى بعد كده. شايفين العيش طري قوي، وبجد العيش هيبقى خطير. شايفين بقى سندوتشات بجد تحفة. تعملي العجينة بتاعت الفلافل عندك، تشيلها في اكياس في الفريزر، تخرجيها كل يوم. خلاص بقى الولاد هيبقى قاعدين اجازة بقى، تعملي لهم السندوتشات والعيش في البيت. بجد هيبقى تحفة وسهل عليك قوي، وكمان حاجات نظيفة. يعني لو عايزاكم تجربوا الطريقة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا شير للفيديو. مع السلامة.